الموت هو مصير ناس كتير من البشر، اغنياء او فقراء، طيبين او اشرار، او حتى اللي بيشجعوا تشيلسي، كله هيموت. وفي ميثولوجيا الفودو كان حاكم الموتى هو الراجل الرايق الروش الفاجر القادر، البارون سامدي اي البارون صميدة زي ما انا بسميه. مساء الخير، معاك فارس علي من اف اي شو، وفي فيديو النهارده هنتكلم عن البارون سامدي، لورد وحاكم الموتى في ميثولوجيا الفودو. البارون سامدي هو واحد من اهم الشخصيات في ديانة الفودو. ايوه الفودو، الجماعة بتوع العرايس والتخريم والدجل والشعوذة والكلام ده كله. بس الفودو مش السحر والدجل والشعوذة بس، لا يا معلم، الفودو هي ديانة بمعتقدات واله وكل حاجة، وجودها تحديدا في منطقة بحر الكاريبي وخاصة في هايتي وبعض اماكن افريقيا. طيب ايه هو مفهوم ديانة الفودو ده؟ عندنا بونداي، ده الاله بتاع ديانة الفودو. في تحتيه بقى اللوا. مين هم اللوا دول؟ دول ارواح مكلفين بحاجات معينة، ومنهم البارون سامدي. بس اللوا دول مش آلهة، مفيش آلهة هناك غير بونداي بس لوحده، مفيش أي آلهة تاني معاه. إنما اللوا دول حلقة الوصل بين بونداي والبشر، وليهم أدوار في حاجات معينة بيقوموا بيها. على سبيل المثال مثلا كمقارنة هيبنوس في الميثولوجيا الإغريقية. هيبنوس هو إله النوم، في الفودو بقى في لوا للنوم. بس اللوا ده مش إله، هو روح ليها اختصاص بحاجة معينة بس مش أكتر من كده. بس اللوا عموما ليهم أتباع وليهم طقوس وكل حاجة من دول، وكل اللوا ليه طقس مختلف عن اللوا التاني، من رقصات بقى أو طبلة أو أغاني أو احتفالات أو الضحك للتاني اللي انت فاهمه ده. كل لوا من دول بيبقى ليه حاجة مختلفة عن اللوا التاني، والاختلافات دي برضو بترجع للي بيقدموا اللوا ده. وكل لوا من دول لازم يتملك جسم عشان يبقى له وجود مادي، بمعنى انه لازم يتلبس او يتحكم في حد عشان يبقى له وجود، لان هم زي ما قلت لك هم عباره عن ارواح. ومن اهم اللوا دول واشهرهم واقواهم في ميثولوجيا الفودو هو البارون سامدي، والمعنى اسمه كده بارون يوم السبت. ليه السبت؟ عشان ده يوم الاجازه بتاعه. يا نهار اسود، انا افتكرت ان انا ما قلتش حضر كوبايه النسكافيه. ويلا بينا نبدا الفيديو. ما بتفائلش ان لما كوبايه النسكافيه ما بتطلعش معايا في الفيديو. تعالى يا غاليه، خدنا نظره سريعه عن اللوا ومفهومهم. تعالوا نروح بقى لنجم فيديو النهارده، البارون سامدي. غالبا ما بيتصور البارون سامدي على شكل هيكل عظمي او راجل اسمر البشره وراسم جمجمه على وشه. وخد عندك بقى شياكه يا معلم ما تعدش، جاكيت جلد اسود كده بيلمع، خواتم وسلاسل وتاتوهات كتير في كل حته وقبعات كبيره. تحسه الاندرتيكر مش عاجبه الكلام ده، او تحسه مغني ميتال كده، هارد روك، حاجه من ريحه ال 3 days grace تقريبا على حسب ما انا فاكر اسمهم. وبيلبس نظاره سوداء بعدسه واحده بس. ليه عدسه واحده بس؟ لانه بيتقال انه بيشوف عالم الاحياء وعالم الاموات في نفس الوقت، فالعدسه بيشوف فيها عالم الاحياء، وعينه الثانيه اللي مش عليها عدسه بيشوف فيها عالم الاموات. وفي روايه ثانيه بتقول كلام ثاني وانا مش هقوله عشان هي اظن انت فاهمني، يعني انت فاهم هي ايه، بس هي ايه بقى بزياده بغباء. فانا مش هقولها عشان انا مش ضامن ان الفيديو ده يتمسح. يعني انا مش عايز الفيديو يتمسح، يعني كفايه ان انتم مستحملين لغايه دلوقتي. غالبا بقالي 3 شهور ما بنزلش غير فيديو واحد كل شهر، فيوم ما اجتهد وانزل ده تاني فيديو الشهر ده مش عاوزه يتمسح. المهم لما بيتكلم تحسه كده اللي هو بيتكلم من مناخيره، عامل زي حزلقوم، وعلى طول ماسك سيجار في ايده، ومن كتر ما هو مدخن بغباء ممكن يشرب سيجارتين في نفس الوقت. وزي ما قلت لك في الاول هو لوا الموت، او خلينا نقول انه واحد من لوا الموت، لانه فعليا في عيله كامله في ميثولوجيا الفودو مختصه بحاجتين، الموت والخصوبه، واللي كان اسمها جيدي فاميلي، ورئيس العيله دي وكبيرها هو البارون سامدي. في عائلات تانية من اللوا مختصه بحاجات تانية ممكن نشرحهم قدام. بارون سامدي زي ما قلت لك هو كبير العيله دي، هو ومراته ماما بريجيت، واللي كانت مسؤولة عن حماية شواهد القبور. والصراحة بقى الست دي خسارة فيه، ليه هقول لك قدام. المهم البارون سامدي هو الشخص المسؤول عن الموتى وعن كل حد له علاقة بالموتى. على سبيل المثال مثلا الاشخاص اللي بيشرفوا على طقوس الجنازات او اللي بيغسلوا الموتى، اي حد له علاقة بالاموات عموما هو تحت رعاية البارون سامدي. وعلى عكس كل الناس اللي مختصين بالموتى، امثال مثلا انوبيس او هيديز اللي تحسهم موظفين كده في نفسهم ومش مركزين في اي حاجة غير شغلهم بس، فلا يا معلم، الراجل اللي عايش بطريقه يا راجل بلا شغل بلا كلام فاضي، ما بيعملش اي حاجه غير انه يرقص ويشرب سجاير وخمره ويفضل يشتم في الاموات اللي رايحين واللي جايين ويقول لهم نكت قبيحه ويفضل مقضيها احتفالات، ولا شاغل دماغه بقى. راجل شغل مين وكلام فاضي مين، وبشر دخلت وبشر خرجت، اللي يروح واللي يجي تولع.
ومعنى اسمه حرفيا كده زي ما قلت لك هو بارون يوم السبت. ليه يوم السبت؟ عشان زي ما قلت لك ده يوم الاجازه بتاعته كمشرف على عالم الموتى. في اليوم ده يا معلم بيطلع لاتباعه في عالم البشر ويقضيها حفلات ورقص وشرب وكل حاجه، على اساس يعني انه مش خاربها تحت برضه. وكل حاجه هنا اللي هو كل حاجه ممكن تتخيلها، حتى الضحك اللي في دماغك ده بيعمله بغباء كتير. وعشان كده البارون سامدي هو كان المثل الاعلى للشباب في الفتره دي، لانه كان بيمثل لهم الحياه الروشه اللي ما فيهاش مسؤوليات، وخصوصا يعني انهم لو كانوا عايزين يرضوه ويقدموا له قربان فهو طلباته مش كتير زي اللواء التانيين، بس ده راجع على حسب مزاجه. يعني لو مزاجه رايق انت كبيرك قوي هتجيب له علبه سجاير، نوع خمره نضيف وهو راضي ومتكيف كده. انما لو مزاجه مش رايق مش هيعملك اي حاجه، مهما عملت مهما طلبت مهما جبت مش هيعملك اي حاجه، الا في حاله واحده بس، انك تحرق له ديك اسود حي. ليه الديك الاسود؟ لان صياحه طرب بالنسبه للبارون سامدي. فعلا مش بترول. بيتقال ان صراخ الديك الاسود اللي محروق ده بيعجب البارون سامدي. المهم يعني انه نوعا ما طلباته مقبوله، عكس اللواء التانيين اللي عايزه بقى تضحيات وموتى ودم وكلام كتير كده. الراجل هو سيجارتين وازازه خمره وتعشي، غير انه حرفيا في اوقات جنازته ممكن يتنكر في شكل راجل بشري متسول ويروح لعالم البشر ويطلب من الناس اي حاجه، واي حد ما ينفذلوش اللي هو طلبه ده بياخده وينزل بيه عالم الموتى. كينج على الطلاق كينج. بيعتبر البارون سامدي هو شخصيه وسيطه بين عالم الاموات وعالم الاحياء. لما شخص بيموت زي ما تقول كده بيجي اوردر للبارون سامدي، فيبتدي البارون يحفر له القبر بتاعه، وبعد كده لما روحه تدفن ياخد الشخص ده ويوديه لعالم الموتى، وقبول الشخص ده في عالم الموتى بيرجع للبارون سامدي. بمعنى ان حرفيا البارون سامدي لو مش قابلك ان انت تخش عالم الموتى وما حفرلكش القبر بتاعك انت مش هتموت. يعني لو جابوا دبابه ودهستك بعد الشر عليك طبعا مش هتموت، طالما البارون سامدي مش راضي ان انت تخش عالم الموتى. بغض النظر يعني عن انه شخصيه هزليه تقريبا، الا انه شخص قوي جدا ويعتبر من اقوى اللواء اللي موجودين في ميثولوجيا الفودو. في الواقع البارون سامدي هو الشخص اللي بيحمي الاموات من انهم يبقوا زومبي. لا الزومبي موجودين في ديانة الفودو عادي. ولو البارون سامدي ما كانش راضي يحميك او يحمي جثتك يعني بالمعنى الحرفي في انها تبقى زومبي، فالجثه بعد ما تتحول لزومبي هتبقى تحت حمايه وامر وتحكم البارون سامدي. فتقدر تقول عمليه الزومبي دي هي عمليه تقويه للبارون سامدي نفسه. الزومبي في ميثولوجيا الفودو هم اشخاص كانوا موجودين في الحياه ما عملوش اي شيء يذكر، عاشوا وماتوا وهم اشخاص مجهولين او اشخاص عملوا سيئات في حياتهم، فكعقاب ليهم بيتحولوا لزومبي. غير كده يعتبر البارون سامدي هو الطريقه الوحيده للوصول لعالم الموتى. كمثال مثلا شخص عايز يبعت رساله لابن خالة ست عمته اللي ميت من 75 سنه، فبيتواصل مع البارون سامدي عشان يوصلها له. وده لان فعليا البارون سامدي بيعيش في مكان بيفصل بين عالم البشر وعالم الاموات. فعليا افضل وصف للموضوع ده هو البارون سامدي هو حارس عالم الموتى مثلا، ده ممكن يكون افضل وصف ليه. المهم يعني في الاغلب الناس اللي بتروح تطلب طلبات من البارون سامدي دي مش بيعمل لهم اي حاجه يطلبوها. وهنا بيجي دور مامام بريجيت اللي قلت لك هنروح لها قدام. طيب البارون سامدي هو شخصيه مش عارف اجيبها لك ازاي دي. عارف زوس؟ شفت زوس كان بيعمل ايه مع الستات في الميثولوجيا الاغريقيه؟ البارون سامدي اوسخ وانيل منه. وهنا بيجي دور مامام بريجيت اللي بتتوصف عاده على انها واحده ست بشعر احمر وعيون خضراء، وهي اللواء الوحيده صاحبه البشره البيضاء في ديانه الفودو. ده لانها لواء خارجيه. ايه اللواء الخارجيه دي؟ هي لواء من مكان بعيد عن المكان اللي نشأت فيه ديانه الفودو، وبعد كده بقت لواء في ديانه الفودو. وضحت؟ هشرحها لك تاني قدام او هحاول ابسطها لك قدام. هي وبارون سامدي زوجين بيحبوا بعض جدا، ومامام بريجيت فعليا هي الشخص اللي بيخلي البارون سامدي متلجم شويه، عارفه تسيطر عليه، عارفه توقفه عند حده بالمعنى الاصح، لان بارون سامدي فعليا ما بيسمعش كلام اي حد نهائي الا مامام بريجيت. وزي ما قلت لك قبل نهايه شابتر بارون سامدي انه ما بيعملش اي حاجه لاي حد يطلبها منه، فهنا بيجي دور مامام بريجيت، هي اللي بترجعه لعقله تاني وتخليه يعمل الكلام اللي الناس عايزينه دول. طب ما كانوا الناس دول يروحوا لها هي الاول بدل اللفه دي كلها، لانها الشخص الوحيد اللي بارون سامدي بيسمع كلامها وينفذه. بص هو كان بيحبها بغض النظر عن ممارسته الضحك مع اي واحده هيقابلها حرفيا، بس كان بيجي في الاخر ويقول لها الحقيقه على كل اللي هو عمله، لانه فعليا عمره ما كذب عليها في حياته. وده الشيء اللي كان بيخليها تستحمله نوعا ما، لانها عارفه في الاخر انه ما بيحبش حد غيرها، ومهما لف في الاخر هيرجع لها هي. وكان البارون سامدي شايفها اعظم واحده في الوجود، ومفيش اي حد يقدر ياخد مكانها حتى من اللواء التانيين. ما عنده حق الصراحه، واحده ريد هيد وعين خضراء هيبص غيرها ليه يعني؟
حسبي الله ونعم الوكيل. مين اللي كاتب اللاين ده؟ المهم يعني في المجمل مدام بريجيت هي اللي بتسيطر على البارون ساندي وتخليه يقوم باعماله كلورد للموتى، وفي بعض الاوقات هي اللي بتعمل الاعمال دي بالنيابه عنه لانها برضه مرتبطه بالاموات وعالم الموتى، والطلبات دي عموما بتبقى من نوعيه دفن شخص ميت، سمح للروح ده انها تخش عالم الموتى، شخص عنده لعنه او معمول له سحر يتشال عنه. نسيت اقول لك ان البارون ساندي مرتبط برضه بالسحر واللعنات. طيب قلت لك ان احنا هنشرح ليه هي اللغه الوحيده اللي بره الفودو او عالم الفودو او اصحاب البشره السمراء، لان مدام بريجيت هي فعليا نسخه الفودو من الميثولوجيا السلتيه او الهه الميثولوجيا السلتيه بريجيت. ليه؟ بسبب حوار كبير جدا له علاقه بتجاره العبيد وكده، ومفيش داعي ان احنا نحكيه، ممكن نبقى نحكيه قدام لو عملنا فيديو عن مدام بريجيت لوحدها. غير كده احنا خلصنا جزء مدام بريجيت. نفوذ البارون ساندي كشخص في ديانه الفودو كانت قويه جدا. اتذكر قصه في خمسينيات القرن الماضي عن مجموعه من النصابين راحوا للقصر الرئاسي في هايتي وقالوا للرئيس انهم من الاتباع المخلصين للبارون ساندي وانهم جايين بامر منه، وطلبوا من الرئيس ده فلوس عشان البارون ساندي محتاجها، والرئيس دفع الفلوس دي. عادي. نفوذ البارون ساندي كانت تقيله جدا في هايتي لدرجه ان ديكتاتور هايتي فرانسوا بابادوك دوفالييه اللي حكم من فتره 1957 لحد 1971 كان بيلبس لبس البارون ساندي بشكل مقصود في المناسبات والاحتفالات واجتماعات الوزراء عشان يعبر عن اعجابه بشخصيه البارون ساندي ويستمد قوته منها. بارون ساندي كشخصيه لها علاقه بالموت والموتى هو واخد مكانه كويسه جدا في الميثولوجيا بتاعته مقارنه بشخصيات تانية مرتبطه في الموت في ميثولوجيات وثقافات تانية. لا دول مش واخدين نفس المكانه اللي واخدها البارون ساندي. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الاجتهاد ده حاجه متعبه جدا والله. لو انت وصلت لحد هنا فاتمنى ان انت تحط لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل للناس اكتر، وتنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول لي رايك في الفيديو. خدتك في سكه غريبه كده مره واحده، عارف انا الفتره اللي فاتت كنا ماشيين على ريتم نوعا ما متوقع، دخلت لك في سكه غير متوقعه نهائي. المشكله ان الفيديو ده ما كانش في دماغي اصلا، انا عارف شخصيه البارون ساندي من زمان بسبب اظن انتوا عارفين يعني انهي لعبه، بس مش عايز اعمل لهم اعلان عشان هي لعبه بنتك تتعبني نفسيا والله. فافتكرت الفيديو ده وانا في اهم مكان في بيت الراحه، احلى مكان تقدر تطلع منه افكار. ايه القرف ده؟ وبس لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر. لو اول مره تشوفني فانا اسمي فارس علي بقدم كونتنت عن الميثولوجيا والاساطير القديمه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. وبس اشوفك الفيديو الجاي. سلام.